والله هارد لك يا سوريا، والله يا اخوان، منتخبي الثاني بعد السعوديه اللي كنت اشجعه في البطوله هو سوريا. والله يا اخواني انا احب الشعب السوري صراحه، مو كرهم بالمغرب، لا والله ونعم فيهم، كلنا مسلمين وكلنا اخوان وكلنا عرب. بس ما ادري كذا، ما والله من الله والله اني احب سوريا، ما ادري عشان انا صغير يعني كبرت على احداث سوريا اللي صارت متعاطف معهم، والله ما ادري، بس والله اني احب سوريا. بس اخي هذه نهايه انك تحترم المنتخب اكثر من اللازم. ليه تدافع 80 دقيقه ليه؟ والله حرام عليك يا اخي، يعني لما لعبت هجوم صارت المباراة والله يعني ما كان يمديك، والله كان يمديك، والله انك بالغت مرة يا كوتش، والله بالغت مرة. عموما والله هارد لك المنتخب السوري، ومبروك المنتخب المغربي، وحارس سوريا اقسم بالله انه ما قصر يا اخوان، لكن هو زل بهجمة واحدة، هو زل فيها خسروا هم، لكن بشكل عام والله ما قصروا. وان شاء الله منتخبنا يا اخوان ان شاء الله نفوز. ليش قفلت طفى النور ما ادري والله، ان شاء الله نفوز يا اخوان منتخبنا بعد شوي، دعواتكم يا اخوان. مع كامل احترامي لبطولة كأس العرب، من تنظيم، من منتخبات جبارة، من أداء ممتاز، من كل شيء، ولكن بلحظة ما هذا التنظيم وهذا اللي قرر يحط الحكم مع لجنة الفار بتأسيل البطولة بكاملة بيصدموا منتخب سوريا في بلنتي واضح وصريح. استوديوهات بي ان سبورت ومحللين بي ان سبورت تكلموا على بلنتي بما فيهم المغاربة، حتى على قنوات الكأس الجميع أجمع على أنه في بلنتي لمنتخب سوريا، ولكن ولله الحمد على هذا المنتخب الحالي. بعد ما اقول الف مبروك لمنتخب المغرب وصوله الى نصف النهائي، حابب اشكر كل لاعبين منتخب سوريا، سواء اللي شاركوا اليوم، اللي شاركوا في كل المباريات الماضي، الجهاز الفني، الجمهور اللي كان حاضر، الكل، حتى اللي كانوا على مقاعد البدلاء من اللاعبين. قدمتم اداء رجال واثبتوا للجميع انه منتخب سوريا قادر تبني عليه المستقبل، وصل لمكان كتير بعيد، انك انت تتاهل من مجموعه فيها تونس وقطر وفلسطين كتاني ترتيب المجموعه، وبالاضافه تواجه منتخب المغرب وتضيع عليه المباراه وتحرجه والحكم يوقف ضدك وتطلع خسران بنتيجه بس 1-0. انت منتخب عظيم، قادرين بهذا الجيل الشاب نبني كتير في السنوات البعيده الماضيه مع هذا الجيل، لانه عندنا في سوريا في خامات كرويه باذن الله تعالى في سوريا الجديده تظهر. شكرا لكم جميعا بدون استثناء. بدكم احكي الحقيقه؟ المنتخب السوري كان له ضربه جزاء والله وانظلم. الف مبروك يا مغربي، مبارك التأهل بالسهل، بس الحق السوري انظلم. ضربة جزاء كان غيرت مجرى المباراة، كان ليش الحسبة. اقسم بالله قهرت على الشعب السوري. ارفع راسك يا سوري، اوعى واحد ينزل راسه، طلعت البطولة وانت رافع راسك. حتى المغاربة احترموك والكل احترمك على الاداء الرهيب اللي قدمته. مبروك المنتخب المغربي، لكن ما حد يقدر ينكر انه سوريا انظلمت اليوم، كان في ضربة جزاء كان غيرت مجرى المباراة كامل. هارد لك يا سوري، اقسم بالله قهر. اول شيء هارد لك للمنتخب السوري الشقيق، والف الف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق. صراحة المباراة كانت حلوة وممتعة لحد اخر دقيقة. المنتخب السوري قدم بطولة ولا اروع، منتخب له مستقبل، والمنتخب المغربي حاول بكل ما عنده لحد ما قدر يسجل هدف، وبصراحة كان يستحقون. لعبوا مباراة كبيرة، والمنتخب السوري ايضا لعب مباراة كبيرة. بالنهاية نقول الف مبروك للمغرب وهارد لك للسوريا. مليون مبروك للمنتخب المغربي، منتخب قوي بيستاهل، وما حد بينكر بأنه المغرب هي الأولى عربيا في منتخبات العرب ككرة قدم، هذا الاشي الواقعي. ألف مليون هارد لك للمنتخب الوطني السوري، قدمتوا أداء رجولي من أول البطولة، استحقيتوا بأنكم تنالوا إعجاب وأنه نفتخر فيكم كفريق. أقسم بالله ليس مجاملة، فريق هذا راح يكون للسنوات الجاية نفتخر فيه. نعرف بأنه سوريا طالعة من حرب وفترة التحضير ما كانت طويلة، الكل بيعرف الظروف اللي مر فيه المنتخب السوري. قدمتوا أداء بطولي بنفتخر فيه، خسرنا بطولة بس ولكن خسرنا حارس كإلياس هداية بنفتخر فيه كسوريين، يسعد دينك من بين الحراس. كسبنا، نحافظ على هذا المدرب، نحافظ على هؤلاء اللاعبين، أعمار صغيرة، بعد 4-5 سنوات أو 3 سنوات راح نلاقي عندنا منتخب يحقق لنا إنجازات بنحلم فيها. هذا هو الواقع اللي عم نعيشه. المنتخب المغربي أجهز، المنتخب المغربي محضر أكثر، المنتخب المغربي الكل لا غنى عن التعريف، والمنتخب السوري كذلك الأمر، الكل بيعرف الظروف اللي مر فيها سوريا وشعبها وكل شيء، مش حجة بس ولكن هذا الواقع. ألف مبروك للمغرب، هارد لك للمنتخب السوري.